حسين في لعبه غريب في طبعه. من أجل الصغار ابتسم يا رجل، فالكرة فوز وتعادل وخسارة. لقطة ختام. التصرف هذا ما هو مستغرب على حسين. أنا شخصيا أتكلم عن بعض الأمور اللي ممكن تشيب، يعني مثلا زي حركة مثل هذه، حركة ما كنت أتمنى تصدر من حسين. رمية جانبية. الفريدي ما قاله لي عبد الغني لا يقوله حتى غير المسلم. صراحة عبد الغني يعني ما أدري ايش أقول صراحة، يعني قال كلام أنا أتوقع غير مسلم ما يقول نفس الكلام، كلام ما أدري كيف. والله القصة كنت أنا متواعد مع الكابتن محمد السهلاوي إن لو كان عندنا إجازة بعد المباراة نحن ننزل الشرقية، ننزل الحسين. فكلمت محمد بعد المباراة وقال لي خلاص أنا أخلي الإداري يجيك عند غرفة الملابس وأنا بروح بالباص ونتواعد عند الفندق اللي هو هوليدين العليا. قلت له خلاص أوكي. طلعت الملعب، كلم الإداري، طلعت معاه من الملعب، وصلنا الفندق، وصلنا المواقف. المواقف طبعا كان تحت في القبو. بعدين أول ما وصلت تحت شافني كذا حسين عبد الغني من برا السيارة، طل فيني كذا وشافني وبس، وعلى طول شافني وجاني على طول. كنت راكب في السيارة مع الإداري، وجاء على طول فتح باب السيارة وأنا كنت جالس في الراكب يعني عند جنب السواق، وجاء على طول تهجم علي وضربني. وطبيعي تكون يعني لي ردة فعل. الشيء الغريب في الموضوع انه كان في شخص ماسك يديني من الخلف. يعني هذا الشيء اللي من هو الشخص هذا؟ والله انا ما ادري، انا ماني عارف من يعني انت شفت وجهه؟ لا انا ما شفت وجهه. صرت بالضرب؟ والله ما في وقتها، لا، بس جاتني ضربه يعني هنا، جاتني ضربه هنا وبس، وفي الام بسيطه بس طبيعيه يعني. انا كان معي الاداري النصر محمد الخرينق، وكان موجود الكابتن محمد السهلاوي، كان موجود الكابتن عبد الرحمن القحطاني، كان موجود الكابتن عبد البرناوي، كلهم كانوا موجودين وحاضرين الشيء اللي صار يعني. حتستخدمهم لو طلبت منهم الشهاده؟ والله اكيد راح استخدمهم. طيب الاجراء اللي اتخذته مباشره، قد تقدمت بشكوى رسميه كابتن؟ اي نعم، تقدمت بشكوى رسميه لمركز الشرطه وهذا الشكوى معي موجوده واموري كلها رسميه، وانا بالعكس انا مستمر في الدعوه هذه. طيب عشان اخذ حقي يعني. اخلاق الرياضيه في الملعب وبرا الملعب اكيد، بس مساله التنازل هذه مستحيله، ولا حد، واتمنى ان ما حد يجي يتدخل في الموضوع ويقول تنازل او زي كذا، لان الموضوع انا مستحيل 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 اتنازل عن الموضوع، وانا معي شهود على فكره. انا على فكره ما طلعت الا موقفي سليم، موقفي قوي. الكرة السعودية، لاحظ الفرحة الآن، ولاحظ على طريقة توتي الكرة السعودية. وبعد يعني هذا الوضع مع هذه الروح الرياضية الموجودة في أرضية الملعب، ومع هذه اللقطات التي كما قلت ستثير جدلا في كل مكان في أروقة النادي. بس أقول له حسين ما أكذب، أنا حسين عبد الغني يجي عندي يقول أنت كذاب من زمان أنت تطيح، بس أقول له ترى أنا ما أكذب. ولا عبد الله صاحب لرد الركلة الأخيرة، محاولة جول. لرد الركلة الأخيرة، محاولة جول. الآن في أمان لأن ما بقى لنا وقت كبير. 3 في هذه المباراة، والأسطى على أحمد حديد اللي غاب عن المباراة الماضية أيضا بعد استبعاده بالبطاقة الحمراء، وكان أيضا الإضافة الماضية للفريق الاتحادي حسن خليفة. نشوف سعود كريري برافو ضاغط عليه، استلام وصافرة موجودة على قائد الكتيبة النصراوية، والخطأ موجود لمصلحة الفريق الاتحادي. شوف الإعادة في الكرة الماضية والخطأ اللي احتسبه حكم اللقاء اللي طلال المشعل، طلال يحدي حسين عبد الغني، خطأ عليه في اللقطة الماضية، وخطأ موجود لمصلحة الفرقة الاتحادية. شوف الكرة الماضية اللي كان من خلالها صافرة حكم اللقاء. وحسين عبد الغني في الأسبوع الثامن، مباراة كانت في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مباراة ليش حصري على قناة الجزيرة. السعودي يحقق لأول مرة. شوف عبد الغني، شوف كما قلنا للخبر اللي عبر الجزيرة. ملعب محمد أمين تابع أيضا في الكرة الماضية. شوف نرفز حسين،
خلال مجريات المباراة بشكل عام زي ما يقول لك على قد هي كرة القدم. شوف ممكن الثاني ولكن ايضا تتخلص من الزاوية وشوف الكرة. كان الخطأ وشوف امامك الكرة الماضية، شوف امامك الكرة الماضية. شوف في كل موسم يا رافس لك لاعب، يا داعس على راس لاعب، يا الله يعزكم المشاهدين والمستمعين تافل بوجه واحد، يا صاقع واحد كوع، يا لاحق واحد في مواقف. ابو عمر كل هالقضايا ما فيها واحد منها بس انت غلطان. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. هذا اول شيء يعني. رفس ما عمره صار رفس ترى. انت حسستني ان انا جايكم مصارع ماني ما صار هذا الشيء نهائيا. بتصير في كرة القدم كل شيء. انت لو تجي تبى الكرة ثابتة. نور والآن نور يتعرض لضرب وخطأ. أبدا غير مقبولة. يبدو لي من صاحب العبد الله أو تيسير الجاسم. خلينا نشوف يعني أبدا غير مقبولة. هذا السلوك أبدا غير رياضي. وحكم اللقاء سعد الكثيري 10/10 في هذه المباراة. 10/10 في هذه المباراة. بقدر عبد الغني 10/10. نور على 10/10. يبدو لي أن طرد لعبد الغني.